كانت كل مشكلتي مع جوزي ان هو كل يوم على نفس الوتيرة روتين. لما اتخنقت يعني يقوم الصبح نفطر، يروح شغله، يجي يتغدى، ينام شوية، وكل يوم على نفس الحال. ونسي خالص ان هو متجوز مع واحدة محتاجة حاجات كتيرة، محتاجة اهتمام، حب، حاجات كتيرة كانت ناقصاني. اي نعم هو كريم وراجل كويس، هو عايشني كويس وفي خير، لكن الست محتاجة حاجات كتيرة جدا. جوزي بقى ما عندوش اي حاجة من الحاجات دي، كان شغله وبس. وده بصراحة اللي كان تعبني في حياتي. كنت حاسة بالملل ومكنتش عارفة اعمل ايه، لحد ما في حاجة جت غيرت حياتي وحسيت قد ايه ان الدنيا تتغير. ليه؟ مش عارفة من ساعة ما عرفت ان ابن اخو جوزي واحد كبير مش صغير، يعني شاب كبير، جاي يقعد عندنا كام يوم، جاي يخلص شغله وكده. فقالوا له ان هو ادم هيجي يقعد عندك كام يوم. ما اعرفش ايه اللي خلاني اتبسط كده، انا بقالي سنين ما شفتوش. فرحت قوي وحسيت ان الدنيا تتغير وان الايام هتبتدي تتغير، مش هيبقى في الروتين والملل بتاع جوزي. ما اعرفش ليه يعني حسيت ان في حاجه جديده هتخش حياتي. انا عارفاه لكن بقالي سنين ما شفتوش. كنت مبسوطه جدا، بدات اهتم بروحي. بعد ما كنت زي الوردة الدبلانة، لا بدأت أصحصح وشوف نفسي وألبس حلو وأحط مكياج. لحد اليوم اللي المفروض يجينا فيه عملت أحلى الأصناف وأحلى الأكل والبان خبط. كان قلبي بيدق بسرعة، ملهوفة جدا إن أنا أشوفه بقى عامل إيه دلوقتي وبقى شكله عامل إزاي. أنا بسمع إن هو بقى واحد يعني جامد وشغله كمان كان مسمع، رجل أعمال ناجح. المهم جه فعلا وخبط على الباب وفتحت له. قد ايه شفت انسان وسيم، طول بعرض بعضلات، وشه كده بيضحك مبتسم جميل. سلمت عليه وانا كنت يعني بقالي فتره ما شفتوش. المهم دخلت، وطول ما احنا قاعدين معرفش عيني ما كانتش بتنزل من عليه ليه. هو كمان لاحظ ده. بصراحه كان شكله يعني معرفش دخل الفرحة في قلبي. بعد ما كنت خلاص زهقانة من البيت والعيشة والروتين ما بيخلص، حسيت ان انا فرحانة وكنت مجهزة له أوضة. المهم اتغدينا وجوزي قعد يتغدى وكالعادة يتغدى ودخل يريح شوية وسابني شوية مع بعض. ده العادي بتاع جوزي، حتى مش في دماغه اللي جه عندنا ضيف ولا كده، وسابني قاعدة معاه. هو بيقول لي، قلت له لا ده العادي بتاعه، هو بيخش ينام بعد الغدا شوية. قال لي قلت له انا اتعودت على كده، لو حابب تخش تريح شويه مفيش مشكله. قال لي لا انا بحب اسهر وبحب اقعد. المهم قعدنا نتكلم ونضحك ونهزر. وتاني يوم الصبح جوزي كالعاده قام فكر وقال لي بصي ادم، يعني النهارده بقى سيبيه يقوم براحته، شوفي هو وراه مشاوير ايه وحضر له الفطار بتاعه، سيبيه يقوم براحته. قلت له مفيش مشكله. طبعا جوزي حتى سابنا لوحدينا ولا في دماغه بقى حد معايا في غريب، حتى هو اخوه. المفروض يعني ما كانش يعني ياخد باله ان في واحد شاب معايا وانا لسه برضه صغيره مش كبيره، يعني انا مش قد والدته، انا يا دوبك عندي 30 سنه. المهم جوزي فطر زي ما هو متعود ونزل الشغل، وبعدها بشويه لقيته صحي وحضرت له فعلا الفطار وقعد يفطر، وقعدنا نتكلم وانت عامله ايه وهو عامل ايه. وفي الاخر لبس وكان مستعجل وقال بس انا مستعجل عندي مشوار مهم جدا، ونزل. ببص بعيني كده لقيته ناسي الموبايل بتاعه. الفضول بقى قتلني ان انا عايزه افتح الموبايل بتاعه واشوف ايه اللي عنده. مش عارفه ايه اللي يخليني عايزه افتش في الموبايل بتاعه، عايزه اشوف اي حاجه صوره، عايزه اشوف بيعمل ايه، بيتكلم مين. معرفش ايه اللي خلاني عايزه امسك الموبايل بتاعه وافتحه. وفعلا مسكته، وهو كان من غير باسورد ولا حاجه، واتفتح معايا بكل سهوله. بدأت أقلب فيه، بدأت أبص على الصور بتاعته، وكنت عمالة أقلب يعني يمين وشمال لحد ما وقعت في إيدي شوية فيديوهات كده. بفتح الفيديوهات لقيت فيديوهات، يعني كنت أول مرة في حياتي أشوف فيديوهات زي دي، فيديوهات إباحية. كنت أول مرة في حياتي، عمري ما شفتها، كنت بسمع عنها لكن عمري ما شفتها. بصراحة قعدت أتفرج كتير مع الحرمان اللي أنا عايشة فيه. بدأت يعني الحرمان يزيد أكتر وأكتر، حسيت إن جسمي ضعيف. وفجأة جرس الباب رن، اتخضيت بطريقة، يعني اتخضيت، كنت سرحانة مع الفيلم. رحت رميت التليفون من ايدي على الكنبة
ثم نسيت خالص اخرج من الفيديوهات ولا حتى اقفله. ولقيت ادم جاي ولقيته بيضحك كده ضحكه ظريفه وبيقول لي معلش اصل انا نسيت الموبايل، كنت مستعجل ونسيته. قلت له اه اتفضل. ودخل وقعد يبص قال امامي على الكنبه وانا قاعده طبعا جسمي كله مش على بعضه من الفيديوهات والحرمان والافلام اللي انا شفتها، وجيت بالي ان هو فعلا واحد مش كويس او واحد ليه في المواضيع دي. لحظه حرمان كنت انا عشتها ولحظه ضعف في الوقت ده. مسك الموبايل وفتح قدامه، طبعا قدامه النت اللي كان ماسك الموبايل كان فاتحه على الافلام دي. هو طبعا ما طلعش كويس خالص. لقيته بيقول لي ايه رايك في الافلام، عجبتك؟ قلت له معرفش، انا هروح اعمل لك اي حاجه تشرب انا مش هتنزل تاني. قال لي لما تتعبيش نفسك. قلت له لا، انا طبعا عايزه اهرب منه وعايزه اهرب من الموقف اللي انا اتحطيت فيه. لقيته رجع ورايا او جه ورايا المطبخ وقعد يحضني من ظهري وانا واقفه. قلت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لي بصراحه من ساعه ما شفتك وانت يعني مش عايزه تروحي من بالي، وباين عليك انت كمان من نظراتك ومن احساسي ان انت فعلا محرومه وكده، يعني اكيد انت فاهماني. قعد يحضني كتير من ظهري لحد ما استسلمت له. قلت له بس مش هينفع، ده هيجي دلوقتي. قال لي كلها نص ساعه بالكتير مش هيحس باي حاجه. وفعلا دخلنا على الاوضه، فضل معايا يمكن 3 ساعات خرج كل الحرمان اللي عندي. قعدنا 3 ساعات مع بعض لحد ما خلصنا وقمت بسرعه عدلت الاوضه وعدلت السرير وهو دخل اوضته ونام. جوزي جه وقال لي ها هو نزل؟ قلت له ما قامش طول اليوم، ما قامش حتى يفطر. قال لي هو طبعا قام وفطر وعملنا كل اللي هو ما يعرفوش. وفضلت على الحال ده معاه لحد ما مشي من عندنا واحنا مع بعض، لدرجة انه كان بيجي ساعات وجوزي مش موجود. ما هو عارف المواعيد، كان بيجي فترة الصبحية او لو كان هيصادف ويجي يبات عندنا يومين كان جوزي مديله الامان. ونسيت خالص بقى العيشة اللي انا عايشاها وجوزي وحاجات كتيرة المفروض كنت احطها في بالي، لكن انا نسيت وما كانش في دماغي غير الشيطان والموضوع الحرمان والاشتياق والحب، وان في حاجات كانت ناقصاني. طبعا ده مش مبرر ولا سبب. وفي يوم من الايام اتاخر عليا كذا يوم وكنت هموت واتجنن هو اتاخر ليه، لحد ما لقيته بيخبط الباب. فتحت واحنا ناسيين نفسنا والبلكونه كانت مفتوحه. قعدت احضن فيه يعني وعملنا حاجات كتيرة والبلكونه كانت مفتوحه ما اتقفلتش من حرمان واشتياقي ليه. عملنا كل ده والحظ بتاعي كان فيه جار ليا وصورني وانا طبعا مع ادم، وعملنا ونزل ولا كأن حاجة حصلت. وجوزي طبعا ما يعرفش حاجة، كأنه كان متابعنا من زمان ان هو كان بيجيلي. طبعا وجوزي في الشغل هبط عليا ورجع يقول لي انا عايز اعمل معاكي زي ما عشقك عمل. قلت له انت اتجننت اتفضل اخرج بره. قال لي انت بتقول ده؟ قال لي طب بصي. ولقيته فتح الموبايل على الفيديوهات بتاعتي. اتاريه كان مراقبني ومراقبه كل لما بيجي يخبط كان بيصوره. هو طبعا جوزي مش موجود في يوم البلكونه فتحت فيه، هو انا نسيت اقفلها فعشان محدش يشوفنا. صورني في اللحظه ديت بقيت هتجنن واشد في شعره وحسيت ان انا بقيت واحده رخيصه. كل اللي عايز حاجه كان بيعملها فيا، يعني ان انا كده خلاص جسمي هيتباع. قعدت اتحجج له ان انا مش هينفع وان انا تعبانه. قال لي بصي مش هسيبك خالص، براحتك خالص، بس يوم ما تقولي لا انا هفضحك وهوري الحاجات دي لكوسك. وعدى كام يوم لقيته بيخبط وفي الاخر استسلمت له وعمل معايا. بعدها ندمت اخر ندم، طبعا ما كنتش عارفه اعمل ايه. حسيت قد ايه ان انا واحده رخيصه. بدات اكره ادم وقلت له ما عادش يجيلي خالص. بس جاري ما كنتش عارفه اتخلص منه ابدا، كان بيجيلي. قعدنا مع بعض فتره كبيره لحد ما جوزي اكتشف الموضوع بطريقه معرفش. لما هددته وقلت له انا خلاص ما كنتش هعمل كده معاك تاني، بعد عني وسكت. وقلت خلاص، بس كنت من جوايا حاسه انه هيعمل حاجه. ولقيت جوزي جايلي وبيفتح التليفون بتاعه الفيديوهات، فعرفت ان جاري ده هو اللي بعت له الفيديوهات. طبعا ضربني وموتني من الضرب وبهدلني، لدرجه كمان ان هو بدا يشك في ولاده. انا فعلا كمان يعني مش قادره اقول لكم ان الولاد دي لما جت في خلال العلاقات مع قريب جوزي ومع جاري ما كنتش عارفه فعلا الولاد دي يعني نظام مومية او كده. خلفت طفلين في الوقت ده. جوزي كرهه وكان شاكك في نسبه
وقال لي شوفي هي فضحك وطلقك يا اما تعيشي زي الكلبة في البيت. بعد ما كنت طبعا معززة مكرمة، كان بس حجتي مع جوزي ان هو يعني مهمل شوية معايا، لكن ما كانش ليه اي حاجة تانية وحشة. جوزي اللي انا عرفت قيمته وحسيت قد ايه ان انا ست فينا، وما كانش ينفع اعمل اللي انا بعمله. عشت فعلا زي الشغالة في البيت، ما كنتش عارفة اعمل ايه. جوزي ما عادش طايقني ولا طايق الولاد، بس بيقول لي انا معيش بس عشان اذلك، لكن طبعا انا لو فضحتك انا هفضح نفسي وهفضح الولاد. بس من جوايا طبعا بدأت اتوب، وبدأت يعني بدأ يحس عليا ان انا بدأت اندم، وبدأت ان انا اتعدل وبقيت كويسة. بس فعلا حسيت قد ايه ان انا غلطانة ان انا عملت حاجة زي كده.